السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهاردة 5 علامات تؤكد عودة النرجسي ليكي. بصراحة فيديو النهاردة هو بناء على ان في بعض من متابعاتي الفاضلات كانوا بيسألوني هل لو شوهت سمعة النرجسي ممكن يرجع؟ ممكن يرجع، بس في حالتين. اول حالة لو وجودك في حياة النرجسي مرتبط بمستقبل النرجسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في مصالح مادية مشتركة بينك وبين النرجسي. انت الصورة الاجتماعية المكملة لصورة النرجسي امام المجتمع. خلاص. يعني ايه مصالح مادية مشتركة؟ يعني حساب بنك مشترك، انت مرتبك على مرتبه بتحوشوا مع بعض عشان تجيبوا مثلا حاجة في البيت، يعني في حاجة، شقة، تجيبوا أرض، تجيبوا مش عارف ايه. فحتة انك انت شوهتي سمعة النرجسي بيفكر كويس قوي. النرجسي بيفكر مليون تريليون مرة عشان يرجع لك. فإذا انت وجودك في حياة النرجسي مرتبط بمستقبل النرجسي، ثقي حتى لو شوهتي سمعته. هو أهم حاجة عند النرجسي مصالحه. النرجسي مش مهتم قوي بموضوع كرامته على فكرة، أو إن الناس تسمع إنه حد مش كويس. إذا كانت المصلحة أكتر، يعني إذا كانت المصلحة كبيرة قوي 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 قوي، لا، هو مستعد إنه يتنازل عن كرامته في سبيل المصلحة. تمام. الحالة التانية إدمان النرجسي ليكي. لو النرجسي مدمن على وجودك في حياته، انت المرجع الاول ليه، بيستشيرك، بياخد رأيك، بيثق في دماغك وبيثق في طريقة تفكيرك وبيثق في كلامك. خلاص. ده مهم قوي 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 للنرجسي حتى لو انت شوهتي سمعته. النرجسي يدفع عمره في سبيل ان حد يفكر له. شوفيه، يدفع عمره في سبيل ان حد يفكر له. النرجسي كسول جدا في انه يفكر لنفسه، كسول جدا في انه يحط قرار، وحتى لما بياخد قرار بيبقى متردد جدا ومش واثق في القرار، فبتلاقيه عمال يلف على ناس كتير جدا جدا عشان يستشيرهم. فكونك انت بتوفري عليه انه يستشير ناس كتير وبيثق فيكي، ده مصدر جذب مهم جدا جدا للنرجسي. هتلاقيه راجع راجع حتى لو انت شوهتي سمعته. يبقى عرفنا الحالتين اللي لو شوهتي سمعة النرجسي هو برضو راجع لك راجع لك. خلاص. طيب، الحالة اللي بعد كده دي بقى ما فيهاش تشويه، يعني انت مصدر امان في الحالة دي. الحالة دي لو انت كنتي دايما بتشعري النرجسي بروح الجماعة، بروح العزوة، ساعتها النرجسي هيشعر بالفقد. النرجسي ما بيحبش يا جماعة الوحدة. هتقولي لي طب ما هو بيعمل صمت عقابي وبيقعد لوحده بالشهور في غرفته بمزاجه، بمزاجه، لكن انت ما تفرضيش عليه الوحدة. فهمتي؟ خصوصا ان في بعض زوجات بتزهق من النرجسي، هي اللي بتفرض عليه الصمت العقابي، هي اللي بتخصمه، هي اللي بتفرض عليه الوحدة. ليه؟ لأنها ما عندهاش الطاقة إنها تستوعب النرجسي فترات طويلة. فبيبقى الصمت العقابي بالنسبة لها اللي هي بتعمله للنرجسي هو أجازة، فترة استجمام. تمام. من ضمن الحاجات برضو اللي يعني اللي بتشعر اللي سوري بتخلي نرجسي ممكن يرجع لك، هو انك نجحتي بعد ما سبتي النرجسي، تألقتي، بقيتي اكثر جمالا، صحتك احسن، اترقيتي في شغلك، بقى وظيفتك ارقى، جالك فلوس، عرف انك ورثتي.
عرف انك مش محتاجه له خالص ماديا، عرف ان في ناس حواليك كتير شاغلينك عنه، وانك مش قاعده ليل نهار بقى بتعيطي انه سابك والقصه دي، يعني هو عارف ان هو مش فارق معاكي. ساعتها بيبقى النرجسي، بيبقى ده تحدي للنرجسي انه راجع عشان ينتقم، مش راجع عشان يتصلح. فهمتي؟ علشان يهد الجمال ده كله، عشان يهد القامة دي كلها. تمام؟ كمان لو انتي لو انتي بعد النرجسي بيرجع لك، لو انتي كنتي على طول ما بتشوهيش سمعته، يعني انتي ما كنتيش بتشوهي سمعته، انتي مصدر امان، على طول بتمدحي النرجسي، انتي تحسين لصورته الاجتماعية قصاد الناس، ده بيبقى بيخلي النرجسي برضو ممكن انه يرجع لك. ولكن المصالح هي اللي بتحكم النرجسي في مسألة الرجوع. ان يعني النرجسي، احنا عارفين ان النرجسي ما عندوش مشاعر، بيحكم على كل حاجة من خلال العقل. حتى العقل ما عندوش قرار صارم، هو دايما متردد في اتخاذ قراراته. فبالتالي حتى لو بيرجع لك او هيرجع لك علشان في مصالح او شيء، فبتلاقيه هو راجع علشان هياخد مصلحة. تمام؟ لكن النرجسي ناخد بالنا، النرجسي عمره ما هيرجع علشان يعمر او علشان انه يقعد معاكي فترة طويلة. فاهمة؟ دايما النرجسي بيرجع علشان يهدك، علشان يضايقك، علشان ينتقم، علشان ياخد منك اكبر مصلحة، علشان يشوه صورتك قصاد الناس. ده لو كان ما شوهش صورتك قصاد الناس، بيرجع علشان يبين للناس ان هو على حق. خلي بالك من النقطة دي. ساعات النرجسي بيرجع علشان يبين للناس انه على حق، ما هو لو مش على حق انت مش هترجعي له، بيفهم الناس كده. خلاص؟ لكن النرجسي ما عندوش بقى حتة ايه، انك انت جيتي على نفسك عشان ترجعي له، انك انت ضحيتي عشان ترجعي له. لا، النرجسي ما عندوش الكلام ده. فهمتي؟ فبالتالي رجوعك للنرجسي من وجهة نظري هو اكبر خسارة ليكي، لان لو ما شوهش سمعتك هيشوهها، لو ما انتقمش منك هينتقم منك. عايز يثبت للناس انه راجل محترم بدليل انك رجعتي له. فهمتي؟ فبالتالي كل ده من الحاجات اللي بتخلي يعني النرجسي دايما يرجع لك. يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.